15 لقاء بين الاهلي والزمالك في شهر مارس في جميع البطولات، الاهلي فاز 6 مرات والزمالك فاز 3 مرات واتعادلوا في 6 مرات. اما خلال شهر رمضان اتقابلوا مع بعض قبل كده 14 مباراه، فاز الاهلي في 7 مباريات والزمالك فاز في 3 لقاءات، اما التعادل كان في 4 لقاءات. اما اكبر فوز في ديربي القاهره في شهر رمضان كان من نصيب النادي الاهلي عام 2004 لما كسب الاهلي 4-2، وده كان بدايه الجيل الذهبي. وبما ان شاء الله بكره ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك هتكون يوم ثلاث، الاهلي والزمالك قبل كده اتقابلوا مع بعض في يوم الثلاث 9 مرات، الاهلي فاز 5 مرات وجمعهم 2-0، والزمالك فاز مرتين وجميع المباريات اللي فاز فيها الزمالك يوم الثلاث كانت 1-0 والتعادل كان في لقاءين. اما خلال مباراه شهر مارس احرز الاهلي في الزمالك في شهر مارس 12 هدف، بينما احرز الزمالك 10 اهداف خلال مواجهات شهر مارس. من خلال بطوله الدوري اقيمت بين الاهلي والزمالك 129 لقاء، فاز الاهلي في 49 لقاء بينما فاز الزمالك في 29 لقاء، والتعادل كان بينهم في 51 لقاء. اكبر فوز الاهلي في بطوله الدوري كان عام 2001 2002 لما الاهلي كسب 6-1، بينما اكبر فوز الزمالك في بطوله الدوري كان عام 43 و44 لما كسب الاهلي 6-0، ودي ما شفتش عنها حاجه الصراحه، فقلت اقولها برضه عشان خاطر حبايبنا الزملكاويه. هدافين لقاء القمه يتصدرها عبد الكريم صقر لاعب الاهلي والزمالك برصيد 21 هدف، بعد كده يليه على طول مصطفى طه لاعب الزمالك برصيد 17 هدف، بعد كده يجي في المركز الثالث مختار التتش برصيد 13 هدف، وبعديه على طول برضه بالمركز الثالث مشترك يعتبر ابو تريكه برصيد 13 هدف، ويجي في المركز الخامس بيبو الخطيب برصيد 11 هدف، وبعد كده في المركز السادس عماد متعب برصيد 10 اهداف، وفي المركز السابع حسام حسن برصيد 9 اهداف منهم 5 مع الاهلي واربعه مع الزمالك، ويجي بعد كده في المركز الثامن جمال حمزه برصيد 9 اهداف. دي كانت اهم احصائيات الاهلي والزمالك في شهر مارس ويوم الثلاث وشهر رمضان، وعامه برضه هدافين الديربي خلال 100 سنه يعتبر بين الاهلي والزمالك. كل الدعم ان شاء الله، كل التوفيق للاهلي بكره باذن واحد احد بالفوز على الزمالك علشان ينافس بقوه على الدوري المصري.